بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى كل إخواتي جماهير الأبيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والأيام جاية تجلب لنا كل خير وسعادة لينا ولنادينا إن شاء الله. النهاردة يوم جميل، يوم أبيض. فوز زملكاوي في كرة القدم، في كرة اليد النهاردة. بجد يوم سعيد على كل الزملكاوية، بس الزملكاوية اللي بجد اللي بيحبوا النادي، اللي بيفرحوا لفرحه وبيحزنوا لحزنه او لمشاكله او لما بتبقى فيه هزيمه. الزملكاوي اللي بيحب النادي ملوش اي مصالح، مش منتفع باي شيء. يوم جميل وسعيد علينا كلنا. لكن المتزملك اللي بيبقى مستني ان النادي يقع او تحصل له هزيمه او تحصل كبوه او تحصل مشكله عشان يشمت او يطلع السلبيات لمصالح معينه هيستفيد منها هو شخصيا عشان يركب في وظيفة أو يبقى له مصدر دخل من خلال نادي الزمالك، دول خلاص اتكشفوا وبقوا باينين قوي في السوشيال ميديا. هتلاقوهم في عز انتصارات الزمالك هم حزانة وطالعين برضو بيتكلموا عن السلبيات. خلاص ما لهمش علاقة بالفرح، المهم هو مصلحته، ملوش علاقة بنادي الزمالك نهائي، يكسب يخسر لا، هو عايز يوصل لغرضه هو او مصلحته هو. مهم النهارده الحمد لله فرقة الزمالك يا جماعة، كوماندوز اليد بيكسب الأهلي في عقر داره في الجزيرة. كأس كأس الكؤوس الأفريقية بينتزعها وبيدي ألم للأهلي بجد على وشه. بياخد منه البطولة في وسط جماهيره في صالة الأمير عبد الله الفيصل جوه نادي الأهلي في الجزيرة، في حضور كابتن خطيب وكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الرياضي، اللي هو طبعا حبيب كابتن خطيب وصاحبه، ولا كابتن عمرو فاروق بقى وخالد مرتجي والشله دي كلها بتاعت اداره النادي الاهلي كانت متواجده. هم كانوا رايحين عشان يحتفلوا، يعني هم كانوا فاكرين الاهلي كسب الدوري كسب الكاس، الزمالك مفيش تدعيمات، في ازمات ماليه. لغايه قبل الماتش بساعات كان الزمالك ما معهوش فلوس ان هو يدفع اشتراك البطوله للاتحاد الافريقي. انتوا متخيلين؟ ده مش قصه تاثير من الاداره، هو انا بعتبره جزئين. يعني هو في جزء طبعا تقصير من الاداره، بس هم غصب عنهم يا جماعه. بجد ارصده نادي الزمالك رصيدين، واحد حاجز عليه الاستاذ ممدوح عباس، والرصيد الثاني محجوز عليه من وزاره الماليه. طب يتصرفوا ازاي؟ يعني يجيبوا فلوس بجد منين؟ في فلوس للزمالك بره بس مش عارف يستلمها لان كل الارصده محجوز عليها. فعشان كده متخيلين الفريق اللي بياخد النهارده بطوله كاس الكؤوس الافريقيه كوماندوز اليد ده ما كانش معاه ثمن المشاركه في بطوله افريقيا. يعني رسوم الاشتراك في البطوله ما كانش معاه. الاتحاد الافريقي هدد بخروج الزمالك كانه منسحب لو ما دفعش رسوم الاشتراك. الحمد لله بيكسبوا وبيتلعبوا بالاهلي يا جماعه. انا اتفرجت على الماتش، ماتش رائع. كنت بتفرج على الماتش يعني تقدروا الشوط الثاني في ماتش اليد كنت بتابعه هو وماتش اسوان في كرة القدم مع الزمالك في نفس الوقت. من روعة وجمال الماتش، طول الماتش احنا متقدمين عليهم فارق على الاقل 4 بونت او 5 بونت، يعني 4 نقاط او 5 نقاط طول الماتش. يعني عايز اقول لكم كانوا متحكمين في رتم المباراة برغم تدعيمات الاهلي، وبيلعب في وسط جماهير، وجماهير كتير جدا طبعا كانت حاضرة في نادي الاهلي النهارده، ده جوه نادي الاهلي. فهم كانوا رايحين يحتفلوا. انتوا متخيلين؟ رايحين يحتفلوا. وطبعا كالعاده عايز اقول لكم ان الكاميرات جابت كابتن الخطيب بعد الماتش مش متواجد في المقصوره الرئاسيه عشان مراسم التتويج وكده، وحب ان هو يعني يخلع او يتوكل على الله. يعني ما كانش عايز يظهر يعني في التسليم، هو بيظهر بس في المكسب وياخد الميداليات، والكل يقول يعني سبحان الله ده النصر بسبب كابتن الخطيب. لكن ما بيفكروش ان هو التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان انت بتاخد البطولات دي بعرق والجهد. الزمالك بياخدها بجد بجهده وعرقه، الكل ضده، منظومه كامله ضده، وبرغم كده الحمد لله بنفوز على الاهلي. مهم كابتن الخطيب بجد يا جماعه، دي حاجات مكتوبه في الصحافه، انا مش جايبها من عندي، يعني دي مكتوبه. يعني مثلا هتلاقوها على مواقع رياضيه. كابتن الخطيب حاول يخلع من الموقف، وراح وراه كابتن حسن مصطفى جابه وقال له لا انت هتسيبني لوحدي، يعني ما ينفعش، تعالى معايا عشان شكلنا كده. يعني كان عايز يقول له زي الموقف اللي حصل مع زكي رستم وفريد شوقي
لما قال له لا احنا عملناها قبلك، يعني لو هتخلع اخلع معاك، لكن انا مش هينفع اخلع، ده رئيس الاتحاد الدولي. فجاب كابتن الخطيب، وطبعا كابتن الخطيب يعني حتى ما رضاش يسلم على اي حد. انتوا متخيلين يا جماعه؟ وعشان كده الناس بتقول للاهلي باد لوزر، يعني انت لما بتخسر بتبقى فريق سيء لانك ما بتتقبلش الخساره. وعشان كده الحمد لله ربنا كرمنا. كل الشكر والتحيه لفرقه اليد وكابتنهم طبعا كابتن الاحمر التاريخي. الحمد لله الفوز برغم قله التدعيمات، برغم ان مفيش فلوس، اللعيبه دي ما خدتش مستحقات، في ازمه ماليه طبعا الكل عارفها طحينه في الزمالك. الزمالك عنده بره ملايين فعلا، يعني حسابات محجوز عليها بال 80 مليون وال 100 مليون. نص صفقه امام عاشور مليون ونص دولار مش عارفين نستلمهم، يعني الفلوس متواجده بس مش عارفين نستلمهم لان مفيش رصيد للزمالك يستلم عليه. الرصيدين بتوع نادي الزمالك محجوز عليهم. فبنبارك طبعا لكرة اليد، وكان ألم النهارده على وش الأهلي في نادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. مبروك يا زملكاوية وافرحوا بناديكم. هنيجي نتكلم عن فوز النهارده والزمالك وأسوان. بصوا يا جماعة، أوساريو لازم، أو المدرب الكولومبي أوساريو لازم يبقى فيه صبر عليه. الراجل ده بيطبق فكره ومش هيسمع لحد، وفكره كويس جدا جدا وبيلعب كرة متطورة، بس هو محتاج عناصر معاه ومحتاج فترة اعداد عشان اللعيبة تشرب افكاره وخططه. المدرب بيلعب بخطط هجومية. هو مصمم حاليا على الطريقة دي ما حدش لاعب فيها، يعني ما حدش بيلعب بيها في مصر او في افريقيا لانها صعبة جدا، بتبقى محتاجة نوعية لعيبة معينة وتدريبات شاقة جدا. بيلعب بطريقه 3 2 4 1. 3 بيبقى كان موجود حاتم سكر وحسام عبد المجيد في المنتصف، والمسلوسي على يمينه، وبيلعب قدامهم 2 وسط ملعب بيبقوا في، يعني تقدروا تقولوا في قلب الدفاع متواجدين مع الدفاع. في حالة الدفاع بيميل منهم واحد دفاعيا قوي، ده بيبقى متواجد باستمرار مع المدافعين، وواحد تاني بيبقى زي وصلة ما بين خط الوسط او الدفاع وخط الهجوم. دي بيلعبها رؤى اللي هو بيميل للدفاع، وبيلعبها معاه نبيل عماد دونجا اللي بيبقى يعني مقارب شوية لخط الوسط الهجومي اللي هو بيبقى 4 أفراد. على اليمين كان نضاي النهارده، وفي الوسط كان زيزو شيكابالا، وعلى الشمال كان شلبي. وكان زيزو بيروح مع نضاي على اليمين، وشيكابالا بيروح مع شلبي على الشمال، او بيخترقوا من العمق. هو بيعتمد على الكثافه وعايز يبقى فيه كثافه في وسط الملعب الهجومي، وقدامهم سيف الدين الجزيري. دي خطه 3 2 4 1. هتلاقوا ان دايما يعني في 5 لعيبه دايما باستمرار متواجدين في منطقه وسط ملعب الخصم. فدي طبعا عشان اللعيبه تحفظها وتتدرب عليها محتاجه وقت وجهد، لان اللعيبه عايزه يبقى مجهودها عالي جدا، لان هم برضو بيردوا في حاله الدفاع وبينزلوا برضو بيغطوا، فمحتاجه معدلات جري كتير ولياقه بدنيه عاليه، واللعيبه تبقى واقفه على رجلها وتفهم واجباتهم كويس قوي. الراجل لو اتصبر عليه فعلا والزمالك دعم فريقه كويس بصفقات محترمه، اللي عايز اقول لكم الزمالك هيبقى شكله مختلف نهائي عن اي فريق شايفه انت في الدوري او في افريقيا. هيقدم لك كرة جميله زي كرة سان داونز كده، الكرة الهجوميه. ممكن يخش فيك اجوان، بس انت هتبقى دايما متواجد بكثافه في منتصف ملعب الخصم وبشراسه. يعني الزمالك ممكن لو دعم كويس مع ان هو يفهم الخطه كويس مع فتره اعداد، تلاقي ان الزمالك بيسجل اهداف كتيره في المباراه الواحده، لان دي خطه هجوميه قويه جدا وصعبه وهترهق اي فريق. اسوان اللي دايما لما بيقابل الزمالك بيقلب برشلونه، وبتلاقي اللعيبه بتقاتل في الملعب، حاول يطبق الموضوع ده ويعمل ضغط على لعيبه الزمالك في اول شوط. الشوط الثاني هتلاقوه ان هو وقع واستسلم. ليه؟ لان خطه اوساريو دي بتجهد الخصم جدا، لان الخصم بيحاول اللي هيضغط عليك بيبقى لازم يرد تاني في نص ملعبه لتواجد 5 لعيبه من الزمالك في ملعب الخصم. فطبعا الارتداد ده هيخلي ان اللعيبه مش هتقدر تكمل الماتش بقوه واحده، مش هيخلص منك، مش هيقدر.
فان هو يفضل رايح جاي رايح جاي، فهتلاقي ان اي فرقه هتقع بدنيا وهي بتلاعب الزمالك لو فضل الزمالك يلعب بالخطه دي واللعيبه حفظتها صح. بس الزمالك هيبقى محتاج لتدعيم. فده اللي حصل النهارده. نضاي بيثبت ان هو مع الوقت كل مدى بيجي، مش عشان جاب الهدف، لا يا جماعه. بتتحسب ازاي؟ بتتحسب تواجد اللاعب ده في الاماكن الصح امتى. دايما متواجد في اماكن خطره، بينزل كمان بيساعد في الناحيه اليمين مع المسلوسي وبيأدي ادوار دفاعيه وادوار دفاعيه في وسط الملعب كمان. مجهوده قوي سريع، بيروح على طول على ال 18. تقدروا تقولوا من ماتش لماتش مستواه بيتحسن. هل نضاي لو استمر على المستوى ده وان هو يفضل يتطور كده ممكن يكمل مع الزمالك؟ لو فضل على المستوى ده وزاد واتطور مع اوسيريو، انا متوقع ان نضاي هيبقى لعيب كويس قوي. يعني هو جاي كل مدى مستواه بيعلى، كل مدى بيبقى افضل. وزي ما قلت لكم مش عشان الهدف اللي جابه، دايما هتلاقوه متواجد في اماكن خطره، دايما هتلاقوه بيقدم الدعم الهجومي بقوه. محتاج ثقه ومحتاج ان هو يفهم اكتر الواجبات بتاعه مركزه في خطه اوسيريو. لكن هو كان جاي من اصابه طويله، فعشان كده محتاج وقت. ممكن مع اخر الموسم نشوف نضاي افضل وافضل، ساعتها يضمن ان هو يكمل في نادي الزمالك. شلبي قدم ماتش رائع، قدم ماتش رائع رائع رائع. لكن مشكلة شلبي ان هو ساعات حبة فوق وحبة تحت. يعني ممكن تلاقيه ماتش جامد جدا، الماتش اللي وراه تلاقي فيه هبوط في المستوى. شلبي محتاج ان هو يحس ان هو بيلعب نادي الزمالك، ان هو يخش جوه. يعني هو دخل بدأ يخش في اجواء التيم وبدأ يندمج مع اللاعبين، ويبقى يعني تقدروا تقول حتى النهارده بيجري على جماهير الزمالك كل شويه وبيحييهم. هو محتاج وقت. لكن شلبي بجد كويس مش وحش، بس محتاج انه يحافظ على مستواه، ان ده يبقى المستوى اللي بيأدي فيه معظم، مش هنقول كل المطوشه، بس على الاقل بنسبه 80 90% من المطوشه يبقى مستواه ثابت عشان تلعب في فريق زي فريق الزمالك بينافس على البطولات. اللعيبه النهارده ادت في اخطاء طبعا. مشكله الزمالك في وسط الملعب، وسط ملعب الزمالك ضعيف. الزمالك محتاج تدعيمات قويه جدا في وسط الملعب. تقدروا تقولوا ان شاء الله باذن الله. يعني هو قلت لكم امبارح في الحلقه هو عايز 2 رقم 6 اللي هو خط وسط مدافع 2 في المركز ده، ومحتاج 2 رقم 8 اللي هو خط الوسط اللي بيبقى زي فرجاني ساسي كده، بيدافع بس ليه واجبات هجوميه كتير، اللي هو بيبقى حلقه الوصل او بيروح مع الزياده الهجوميه وفي نفس الوقت برضه بيدافع. فهو محتاج 4 لاعبين في وسط الملعب. معنى كده ان الراجل شايف ان وسط ملعب الزمالك ضعيف جدا، واحنا كلنا شايفين، مش الراجل بس، احنا كلنا شايفين ان مشكله الزمالك الحقيقيه اللي بتخلي الزمالك يعاني هو خط وسط الزمالك. رؤى مش على مستوى الزمالك عشان نبقى صراحه، ودونجا كتير الاصابات وما جابش مستواه اللي هو فيه، وعمرو السيسي حدث ولا حرج. يعني من ساعه ما جه الزمالك وتقريبا نسي الكوره. فالزمالك فعلا محتاج تدعيمات قويه في وسط الملعب. ده بالنسبه للنهارده اللي بنتكلم فيه. الزمالك برضو محتاج مهاجم مع ناصر منسي وسيف الدين الجزيري. حمزه المسلوسي تقريبا خلاص هيجدد عقده مع الزمالك. يعني تقدروا تقولوا بتوصيه من المدير الفني وتوصيه كمان من اللجنه الفنيه، لان في ندره في مركز الباك اليمين والباك الشمال برضو في مصر. حاتم سكر ادى ماتش ممتاز جدا، مستواه بيعلى، اللاعب جاي. يعني لو حاتم سكر فضل يقدم مستويات كده، لان هو هياخد فرصه. لان حتى فتوح مسافر يتعالج في المانيا وهيكشف على نفسه مع الونش، فعشان كده دي فرصه كويسه قوي لحاتم سكر. لو في حاتم سكر فضل مستواه يتطور كده هيبقى اضافه لخط وسط نادي الزمالك، لخط دفاع نادي الزمالك، وهيبقى اضافه فعلا. لو ما قدرش يثبت نفسه فهو يخرج للاعاره، لكن هو لعيب مبشر جدا جدا وادى مباراه النهارده ممتازه. التقارير بتقول ده بالنسبه للمباراه عشان مش عايز اطول عليكم. في تفكير من بيراميدز جدي ان هو عايز ياخد محمد عواد. نادي الزمالك ما قفلش الباب، نادي الزمالك موافق مبدئيا، بس
مش عايز فلوس، نادي الزمالك عايز لاعبين من بيراميدز، لانه لازم نبقى، بصوا يا جماعه، فيوتشر وبيراميدز مش هيدوا الزمالك لاعبين الا لو هو محتاج منك لاعب ضروري جدا، يعني محتاج لاعب قوي منك فيقدر يديك لاعب مقابل ليه. لكن هو اي لعيب عنده مميز او اساسي مش هيديه لحد، مش للزمالك وبس، بس طبعا خاصة الزمالك بالنسبة لفيوتشر كمان، وبالنسبه لبيراميدز لانه منافس برضه، فمش هيدوك لاعبين. لكن هو في احتياج لعواد لهبوط مستوى الشناوي، وان شريف اكرامي خلاص كبر، فهم عايزين عواد جدا. فاحنا شايفين فعلا، وكل الناس اللي بتتكلم، ان احنا ممكن نستفيد فعلا في خط الوسط. عندهم اتنين لعيبه كبار جدا، وليد الكارتي وعندهم توريه، الاتنين لعيبه جامدين جدا جدا، واحد مركز 6 وواحد مركز 8. لو قدرنا ناخد واحد منهم، سيان توريه او سيان وليد الكارتي، هيبقى اضافه في خط وسط نادي الزمالك قويه جدا جدا جدا، واحنا محتاجينها فعلا. فاتمنى لو هيرحل ما يرحلش يعني بفلوس ماديه لنضره اللاعبين المميزين. فاحنا ممكن نحاول نعوض عواد في ظل كمان ارتفاع مستوى صبحي القوي، وان عواد برضو عقده كبير يا جماعه، يعني بياخد 16 مليون صافي. وطبعا هو حتى يعني هيخلي محمد صبحي كده يطلب زيه على الاقل، ده محمد صبحي هو اللي بيلعب اساسي. فوجود عواد هيبقى فيه يعني تقدر تقول مشاكل لضخامه عقده. فلو نقدر نستفيد فيه بصفقه تبادليه مفيش مشكله، ونقدر نجيب جون تاني يبقى بديل لمحمد صبحي. ده بالنسبه للاخبار الوارده كمان من داخل نادي الزمالك. عوده اوباما الكل مستنيها، اوباما قدم مستوى رائع مع نادي الحزم السعودي تقريبا، وصعدوا الدوري الممتاز، وكان هو من اهم اللاعبين في الموسم بالنسبه لهم اللي ساهمت في صعود الفريق للدوري الممتاز السعودي. اوباما هيفرق جدا مع صفقه مع افكار او خطط اوسيريو، لان اوباما في يعني تقدروا تقولوا لعيب مميز جدا في وسط الملعب الهجومي، فهو صانع العاب مميز، بيروح على الجون، بيقدر يبقى مهاجم ورا المهاجم، بيقدر كمان ممكن يلعب مهاجم. لكن طبعا هو بيتميز في وسط الملعب لانه هو عنده رؤيه ومجهوده كبير برضه، فاوباما هيكون له دور كبير المرحله الجايه. واعتقد ان هو ومحمود علاء بالذات بعد اصابه الونش، اكيد محمود علاء خلاص، واوباما انا باكد لكم اوباما ومحمود علاء وحمدي علاء دول ضمنوا رجوعهم نادي الزمالك. لحمدي علاء برضو لاحتياج نادي الزمالك لوسط ملعب زي حمدي علاء. انتوا زي ما انتوا شايفين، وانا ليه برضو بقول لكم ناخد الكارتي بديل لعواد او توريه بديل لعواد. انتوا شايفين دلوقتي ان فاركو بيطلب في محمود حماده 40 مليون 40 مليون. فلا طبعا انا ارجع حمدي علاء واخد من بديل، يعني ادخل عواد في صفقه تبادليه، واجيب واحد زي الكارتي او توريه يفرق معايا جدا جدا، واجيب عليهم اتنين تانيين ان شاء الله. حتى لو ما قدرتش اجيب محمود حماده عشان مبلغ كبير، ممكن اجيب اي لعيب من افريقيا او من امريكا الجنوبيه. بمناسبه امريكا الجنوبيه، في تحفظ من اللجنه الفنيه في نادي الزمالك على طلب اوسيريو ان هو يستقدم لاعبين من امريكا الجنوبيه للدوري المصري. هم خايفين من التجربه، ان ممكن لعيبه امريكا الجنوبيه ما تتاقلمش على الاجواء في مصر وعلى الدوري المصري او اللعب في افريقيا. ففي تحفظ على الموضوع ده، وبيقولوا الاوسيريو يا ريت تبقى اللعيبه المحترفه من داخل افريقيا عشان تبقى متعوده على الاجواء وتبقى نسب نجاحها اكبر. انا بخالف الراي ده. في لعيب اسمه سيرينو بيلعب كان في سان داونز، لعيب رائع جدا، كان من امريكا الجنوبيه، ولعيبه امريكا الجنوبيه بتتميز بالحماس والقوه. فانا شايف ان على الاقل نستقدم لاعب، يعني ممكن برضو يعني بالذات ان احنا زي ما قلنا ان اوسيريو ده كان كمان كشاف لاعبين من افضل كشافين لاعبين، غير ان هو مدرب على مستوى امريكا الجنوبيه، فممكن يقدم لنا اضافه فعلا. فيا جماعه لازم نخوض التجربه، لاعب حتى او اتنين يجوا يعملوا اضافه ممكن يفرقوا معانا جدا، وبالذات ان احنا ممكن نستثمر فيهم. هو دي الاخبار اللي عن نادي الزمالك. الموسم الكارثي اللي هم بيحاولوا يصوروه لجماهير نادي الزمالك، برغم حل مجلس اداره الزمالك وتعيين لجان، وبعد كده حل المجلس بيحاولوا يحلوا مجلس تاني، وحبس مرتضى منصور، وحجز ممدوح عباس على حوالي 80 مليون من رصيد نادي الزمالك، وحجز وزاره الماليه على الرصيد التاني اللي فيه برضه ملايين.
وعرقله كده اللاعبين في الانتقالات الشتويه، وتعيين لجان مؤقته. كل المشاكل دي، والنادي ما فيهوش فلوس، ومشاكل من كل ناحيه. بصوا بيحاوطوك من كل ناحيه. ومين اللي بيحاوطك؟ ده اتحاد الكوره، وزاره الشباب والرياضه، مؤسسات في الدوله زي وزاره الماليه، وزاره الضرائب. يعني انتوا متخيلين؟ هو دول اللي بيحوطوك، برغم ان كل النوادي عليها ديون لكل المؤسسات دي. يعني كل الوزارات دي، وزاره الماليه، وزاره الكهرباء، الضرايب، كل دول ليهم فلوس على كل النوادي، مديونه ليهم. لكن هم بيحجزوا على نادي الزمالك بس. وبرغم كل ده نقدر نقول كرة القدم الزمالك ده موسم صعب، لان انت في المركز الرابع بس قريب من المنافسه، لان مش منافسه على الدوري بس، ان انت تخش تاني او تالت. ان شاء الله نقدر نخش تاني، لان الفرق بيني وبين فيوتشر في المركز التاني 5 نقاط، وليا معاه مباراه مباشره. يعني ان شاء الله باذن الله الزمالك لو استمر في سلسله الفوز نقدر باذن الله ناخد مركز تاني. في كرة اليد احنا خدنا كأس الكؤوس الافريقيه ومن الاهلي. خسرنا في اليد دوري وكاس، لكن وصلنا للنهائي في اليد وفي الكاس، برغم قلة الموارد المالية وعدم تدعيم الفريق بسبب الأزمات المالية. كرة الطايرة احنا واخدين دوري واخدين كاس، والفريق وصل قبل نهائي حاليا في افريقيا. يعني ان شاء الله يبقى دوري وكاس وكمان افريقيا، اللي الاهلي في الطايرة هرب وانسحب منها. كرة الطايرة النسائية احنا واخدين كاس مصر، وبرده فريق بيشارك في افريقيا دلوقتي، ووصل قبل النهائي، وان شاء الله ياخد النهائي، يعني قريب جدا من النهائي. كرة السلة انت وصلت للنهائي في الدوري وفي الكاس، عملت اللي عليك، برغم ان انت مريت بمشاكل زي مشكلة انس اسامة اللي هرب او ساب الزمالك وحصل عليه مشكلة، وهو كان من اهم اللاعبين في الفريق. والتدعيمات، وفي لعيب اجنبي مشي، وازمات كانت في الدولار، وبرغم كده الحمد لله برضو وصلت للنهائيات. موسم يعني خدنا فيه بطولات، لكن مش اللي احنا كنا متعودين عليها السنه اللي فاتت واللي قبلها. السنه اللي فاتت احنا كنا محتفلين ب4 درع دوري داخل نادي الزمالك، قدم ويد وسله وطايره. فعشان كده طبعا اتعودنا على الانتصارات، لكن احنا مش منهارين زي ما هم بيقولوا او يصوروا من لنا. شادي عيسى النهارده خارج حزين جدا يا جماعه، ووشه زعلان. يعني المفروض يطلع يبقى فرحان. انا والله العظيم بحترم شادي عيسى وفعلا بحبه، هو ليه اسلوبه، لكن يا شادي انت بقيت واضح قوي. يعني شادي عيسى بقى واضح جدا جدا ان هو مع حسين لبيب، هو عايز مجلس معين يجي، لان هم واعدينه اكيد بانه هيرجع القناه تاني. ويا جماعه بياخدوا فلوس حلوه جدا جدا في القناه، يعني هي لو ماديا فهو فعلا عايز يرجع قناه نادي الزمالك. طبعا بيبقى في الاضواء، شغال في الاعلام، مش مجرد برنامج على اليوتيوب، فهو ليه طموحاته. فهو دايما بينتقد. في عز ما الزمالك النهارده بياخد بطوله كاس الكؤوس في كره اليد، وبيكسب اسوان خصم عنيد ومباراه رخمه، طالع برضه بيتكلم عن مشاكل في الزمالك، مش عايز يفرح، مش عايز يفرح الجماهير. طب بالراحه شويه، يعني سيبنا نفرح حتى النهارده. ففي ناس يا جماعه، دول اللي قلت لكم اهم حاجه عنده مصلحته، وهتلاقوهم دول كتير جدا زي في السوشيال ميديا وعلى تويتر. هتلاقي الموضوع ده كتير قوي قوي قوي. زعلانين لمكاسب الزمالك، نفسهم بس بيكرهوا مرتضى منصور عايزين يمشوه. طب يا جماعه الزمالك، يعني انت حتى لو بتكره مرتضى منصور حب الزمالك. يعني انت المفروض بتقول ان انت زملكاوي، يعني ما تستناش ان الزمالك يقع عشان تشمت او تطلع السلبيات. حب ناديك حتى يا اخي. يعني انت لو بتكره رئيس النادي، او برغم كده يعني رئيس النادي ليه انجازاته، والسنه دي كان فيه سلبيات فعلا، لكن مش معنى كده ان انا اكرهه. واكرهه ليه؟ او اكره اي حد ليه؟ بس مش لدرجه كرهك او ان انت ليك مصلحه ان انت تشمت في النادي او عايز توقع النادي. ده للاسف هتلاقيهم موجودين على السوشيال ميديا وكتير. مرتضى منصور او مستشار مرتضى منصور مع حفظ الالقاب بيرفع قضيه النهارده في الاداريه العليا، بيطعن في قرار الاداريه العليا بزوال عضويته. والطعن ده فيه شق مستعجل، ايقاف تنفيذ الحكم، وقبول الطعن شكلا، وبعد كده النظر في الشق الموضوعي. القضيه دي يعني بيقال ان هي تتنظر يوم 5 او 6 يونيو الشهر القادم. وانا مش عارف هو اتاخر قوي عشان يقدم الطعن. بصوا يا جماعه، بمناسبه ان نظريه المؤامره اللي قاعدين يقولوا الزمالك، ونظريه المؤامره وقصه وحكايات اللي قاعدين بيقولوها دول، الاهلي كان السنه اللي فاتت واللي قبليها قاعد يقول زملكه الدوله، زملكه الدوله.
مش بقى زملكه اتحاد او زملكه الوزاره، لا دي زملكه الدوله كلها. وبيتهمونا احنا اللي عايشين في نظريه المؤامره. الاهلي اللي واخد 42 دوري ولا 41 دوري وبيتفرش له الارض، اللي محدش يقدر يوقف لعيبه في الاهلي. يعني كهربا ده احتمال يعني ممكن تسبب مشكله وحل اتحاد الكوره ومشكله في الكوره المصريه بسبب ان هم بس مش عايزين يوقفوا كهربا. يعني انتوا متخيلين بيغيروا قوانين عشان خاطر الاهلي ويطلع يقول زملكه الدوله ويتهمني انا ان انا اللي عندي نظريه المؤامره، وهو بقى له سنتين بيقول زملكه الدوله. خرج علينا المعلق الجميل محمد فوزي على تويتر وقال لك انا عايز اعرف هو ايه اللي بيحصل في الفتره الاخيره. اي شخصيه بتتكلم بطريقه ايجابيه عن نادي الزمالك بيتحذف التصريحات بتاعتها من على منصات السوشيال ميديا. واستشهد او على منصات التواصل الاجتماعي، واستشهد بتصريحات محمد فضل اللي اتشالت او اتحذفت من على منصات التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر وعلى اون تايم سبورت وكل الحاجات دي، وتصريحات حتى على اليوتيوب، وتصريحات هاني حتحوت برضو حذفوها من منصات التواصل الاجتماعي. كل دول بس عشان قالوا شويه حاجات ايجابيه، وقالوا ايجابيات بس ما عملش حاجه وما جابش سيره الاهلي حتى. بس هو طلع قال ان الزمالك ليه حق او الزمالك مظلوم، ونهى التويته بتاعته وقال ايه هي الرساله المطلوب توصيلها من خلال التصرفات دي. يعني ايه الرساله اللي المطلوب يعني نفهمها من ان انتوا اي حد يتكلم عن الزمالك بايجابيه ان انتوا هتحذفوا التصريحات بتاعته. طبعا واضح المعلق الجميل الاستاذ محمد فوزي او كابتن محمد فوزي ايه اللي مطلوب. الاهلي يا جماعه بدات الامور توضح اكتر واكتر. بيعين محمد كامل الرئيس السابق لشركه برزنتيشن للرعايه، بيعينه مستشار للتسويق بالنادي الاهلي. طيب محمد كامل ده اللي عيط قبل كده ولبس جرافطه حمراء وقال ان هو ده يوم حياتي، وكان بيجامل الاهلي بشكل مش طبيعي وبيديهم عقد رعايه قوي جدا، وكان بيديهم حتى الفلوس مقدم. دلوقتي بيعينوه كمستشار للتسويق بالنادي الاهلي. طب ده ما يثيرش الشكوك؟ يعني دي مش علاقه كده تخش في سكه ان هي تثير الشكوك للناس وتثير الريبه؟ هو في ايه؟ يعني الراجل كان في بينك وبينه عقود وفلوس داخله وفلوس خارجه ورعايه وقصص. هل انت كنت وعده بان انت لما تاخد السكه ويطلعوك من برزنتيشن تيجي عندنا وهنظبطك برضه وهنديك فلوس ومرتب كويس؟ الله اعلم. بس الموضوع يصير الشك والريبه. بس احنا متعودين على الموضوع ده من الاهلي. اخر حاجه معانا الاستاذ ممدوح عباس. الاستاذ ممدوح عباس مش عايز يسيب الزمالك في حاله، يعني ما بيكفوش كل اللي بيعمله ده قضايا قضايا قضايا. لا، استاذ ممدوح عباس النهارده بيتقدم بشكوى لوزاره الرياضه، بيطالب تدخل وزاره الشباب والرياضه واتخاذ اجراءات قانونيه ضد مجلس الزمالك. ليه؟ استنادا لنص الماده 97 من اللائحه الماليه الموحده في حاله عدم انعقاد الاداره رسميا، بسبب عدم انعقاد الاداره رسميا منذ 28 يناير الماضي بشكل رسمي. بغض النظر عن القصه دي كلها والكلام بقى عن اللوائح والقصه دي، وان الزمالك كان المفروض يعني يبقى في محضر الجلسه، لو اجتمع مجلس الزمالك بيقدم محضر الجلسه ده للجهه الاداريه. لو ما اجتمعش او اجتمع بصفه وديه وما قدمش، او اجتمع وما قدمش محضر الجلسه للجهه الاداريه، فدي بتبقى مخالفه. انت عايز ايه يا استاذ ممدوح؟ يعني انت عايز ايه؟ انت عايز تمشي مرتضى منصور، وعايز تمشي مجلس مرتضى منصور، وتحجز على اموال الزمالك، وتوقع الفرق الرياضيه. انت عايز مننا ايه؟ انت راجل كبير في السن، يعني عيش اي اخر ايامك مع احفادك. ابعد عن الزمالك يا اخي، كفايه قوي بقى، تعبنا. في الاخر اتمنى من حضراتكم الدعم بالاشتراك واللايك والشير. شيروا على قد ما تقدروا، خلوا صوت الزملكاويه يوصل لكل مكان. اقفوا مع قناه الزملكاويه، ندعم نادينا، هنبقى في ظهر نادينا. تحياتي ليكم، وان شاء الله من نصر لنصر، ويعيش الزمالك في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.